ازاي تحافظ على شعرك وتخليه دايما مظبوط؟ بص يا صاحبي، لو كل مره بتحلق وبتلاقي بعدها شعرك بقى شكله غريب او بقى شكله مش مظبوط، اغلب الناس بتفتكر ان المشكله مشكله القصه. لا خالص، المشكله هنا في العنايه بعد الحلاقه. انت بتعمل ايه بعد ما تروح البيت؟ النهارده هقول لك على شويه نصايح بسيطه هتفرق معاك جدا وهتخلي دايما شعرك مظبوط. النقطه رقم 1، ما تغسلش شعرك كتير. اول غلطه الناس بتعملها هي انها بتغسل شعرها كل يوم. الشعر بيفرز زيوت طبيعيه بتحافظ عليه، وانت لما بتغسله كل يوم فده بيأثر على الزيوت دي، بيخليها تختفي، وده طبيعي بيخلي شعرك ناشف ومقصر. الحل هنا انك هتغسل شعرك من 2 ل3 مرات في الاسبوع، وده اقصى حاجه هتعملها. واهم حاجه المايه ما تكونش سخنه قوي او تكون ما بين البنين، يعني ولا سخنه قوي ولا ساقعه قوي. النقطه الثانيه هي نوع الشامبو اللي انت بتغسل بيه شعرك. مش اي شامبو بينفع لاي شعر، لازم تستخدم نوع شامبو معين ينفع لنوع شعر. يعني لو انت شعرك دهني هات شامبو ينضفه من غير ما ينشفه، ولو شعرك جاف هات حاجه فيها ترطيب، ولو ملاحظ ان شعرك بيقع كتير هات شامبو فيه كافيين او كرياتين. النقطه الثالثه ودي اغلب الناس بتقع فيها، ان هم بيسرحوا شعرهم وهو مبلول. شعرك وهو مبلول بيكون اضعف بكتير، فلو انت سرحته في الوقت ده بيتقصف بسرعه. الحل هنا انك تسيبه ينشف شويه وبعد كده تسرحه، او لو انت مضطر قوي ممكن تسرحه بمشط واسع، يعني اللي هو ما يكونش ضيق قوي زي ده مثلا. المشط ده اسنانه واسعه شويه، فبالتالي وانت بتسرح هتلاقيه سلس معاك. النقطه الرابعه وهي المنتجات اللي انت بتستخدمها لشعرك. الجل والكريمات اللي انت بتستخدمها، الحاجات اللي هي فيها شمع او واكس عامه، الحاجات دي مع الوقت هي اللي بتأذي شعرك برضه. وحاول بقدر الامكان تبعد عن المنتجات اللي فيها كحول، عشان هي بتنشف الشعر وبتخليه دايما جاف. لو عايز حاجه تحافظ على شكل شعرك او تخليه باللمعه الطبيعيه، استخدم مثلا سيرم او بديل زيت. النقطه الخامسه وهي قص الشعر بانتظام. حتى لو انت بتحب تربي شعرك لازم كل فتره كده تشيل الاطراف منه، لان الاطراف اللي بتتقص دي هي اللي بتساعد الشعر انه يفضل صحي ويطول بشكل متناسق كل 3 اسابيع. عايزك كل فتره كده تروح للحلاق تظبط الاطراف او الجوانب على الاقل. لو انت اتبعت النصايح دي في خلال اسابيع هتلاقي فرق كبير في شعرك. عايزك تجرب الحاجات دي وتقول لي رايك في الكومنتات. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.